ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل نفسهم يلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاك كابتن اسلام مصطفى، فيديو جديد النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اختبارات نادي غزل المحله، نادي من الانديه الجماهيريه واللي ليه شعبيه كبيره جدا. نادي غزل المحله عامل اختبارات في القاهره وفي محافظات تانية، هنتكلم عن كل تفاصيلها، هنتكلم عن المواعيد والمواليد المطلوبه وسعر الاستماره كام، وهنقول في اخر الفيديو هل الاختبارات دي كويسه ولا لا، تروحها ولا لا، هل هي سبوبه ولا لا. هنتكلم عن كل ده في فيديو النهارده. بس لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه مش مشترك في القناه، انزل دلوقتي حالا اعمل اشتراك للقناه، ولو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده اللي بيدينا طاقه وحافز عشان انزل لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. ولو ليك صاحبك مهتم بنفس المحتوى اعمل له شير عشان يستفيد زي ما انت تستفاد بالظبط. ما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام. ومن غير كتير يلا بينا نبتدي الفيديو، يلا بينا. طبعا كل الناس بتتفرج عليا مستنيه تعرف مواعيد اختبارات تكون قريبه منها عشان تروحها. بس انا يعني هقول لكم حاجه، انا من نوع انا ما بحبش الاختبارات، او ما بحبش ان اللعيب يتمرمط في الاختبارات. بيروح يتبهدل وبيقعد، ممكن تقبل وتقعد شهر وشهرين وكمان ما تقبلش. بس انا بنزل لكم الفيديوهات دي او المواعيد دي عشان في ناس في محافظات تانية ممكن يبقى دي الفرصه الوحيده ليها، او محافظات بعيده ممكن تبقى دي الفرصه الوحيده ليها. لكن بالنسبه لاهل القاهره انا ما بفضلش موضوع الاختبارات نهائي. وفي وسائل تانية اكتر من الاختبارات. يعني انا الوسيله اللي انا بحبها اللي هي ماتشات تسويقيه، وده ان شاء الله اللي انا شغال عليه الفتره دي في اكاديميتي. بعمل فرقه تسويقيه بعيدا عن الاكاديميه. الفرقه دي ابتدي اعمل بيها ماتشات قويه، ماتشات تسويقيه، ماتشات ان انا بعلاقاتي برضو اوجه الناس ان في اكتر من لاعب عندي مميزين. الميزه بقى في الطريقه دي ان انت لما بتروح النادي خلاص بتبقى رايح النادي واخد وضعك ومعزز، غير لما تكون رايح من الاختبارات. وده طبعا حريه شخصيه ليك، انت عايز تروح اختبارات، عايز تروح تسويق، اللي انت عايزه ده بيبقى عن طريق. بس انا حبيت اقول الكلمتين دولت عشان ارضي ضميري، لان الاختبارات بقت اليومين دولت عباره عن سبوبه في معظم الانديه. في طبعا انديه طبعا بيهتموا وبياخدوا مواهب، بس لازم تبقى موهبه قويه جدا. فده موضوع صعب ان انت تبقى جاي من مكان في البيت او جاي من الشارع وتروح نادي. مش هتبقى بالقوه دي. محتاج تمرن فترة، على الأقل فترة كبيرة شوية، تتعلم كل حاجة، تبقى واقف على رجلك صح، لأن أنت بتتقارن بناس بقالها سنين بتلعب في النادي. ولو عايز تزود نفسك مهريا وفنيا وبدنيا، ممكن تيجي عندي في الأكاديمية. أسيب لكم برضو استفسارات تحت عشان لو عايز تسأل عن أي حاجة. ممكن خلال الفترة دي لو أنت بقالك فترة قاعد في البيت وعايز تجيب نفسك تاني قبل ما تروح الاختبارات أو قبل ما تروح أي نادي، ممكن تيجي تتمرن وتتمرن بشكل كويس. احنا مقسمين كل مرحله عمريه على حسب المستوى، فده هيفيدك ان انت تقدر تلعب مع كل المجموعه اللي معاك في مستواك، تقدر ان انت تستفاد بالحاجات اللي انت عايز تتعلمها او الحاجات اللي انت عايز تطورها عندك. ندخل بقى في الاختبارات. نادي غزل المحله عامل اختبارات بدايه من القاهره، هيعمل اختبارات في كل مصر. بدايه من القاهره مطلوب مواليد من 2001 لحد 2015. هو عامل اختبارات من 2001 لحد 2015. طب الاختبارات هتبقى ان شاء الله يوم 2 6 يوم جمعه. يوم 2 6 يوم جمعه عندك وقت ان شاء الله، يكون بعد الامتحانات على طول. تاني حاجه الاختبارات هتبقى في مدينه السلام في استاد المحافظه الساعه 8 صباحا من 2001 ل 2015. بس الحاجه اللي تقلق بقى في الموضوع ان هم عاملين سعر الاستماره 60 جنيه. سعر الاستماره 60 جنيه. انا حاسس يعني الله اعلم، انا حاسس ان الاختبارات دي يعني سبوبه، هي بيبان كده. غزل المحله عامل اختبارات في مصر كلها. دي طبعا مع احترامي لنادي غزل المحله واحترامي لكل جماهير غزل المحله، بس الاختبارات دي انا مش واثق فيها 100% ان هي نزيهه، او ان الهدف الرئيسي منها اختيار المواهب. لا، انا اعتقد ان هي طالما هتلف في مصر بسعر استماره زي ده، تبقى فيها برضو نسبه سبوبه. فانا يعني لو انت من القاهره في فرص احسن، ما تعذبش نفسك. ولو انت برضو من بره القاهره استنى الاختبارات عندك في محافظتك عشان ما تجيش القاهره او تيجي كل المشوار ده عشان اختبارات زي دي. ممكن ناجلك عندك، اصبر هنزل الاختبارات في المحافظات كلها. هم بداوا بالقاهره اعلنوا عنها، والفتره الجايه هتلاقي في اكتر من محافظه، وفي انديه كتير السنه دي هتلف محافظات كتير. فان شاء الله انت عندك في محافظتك هتلاقي الاختبارات جايه لك لحد عندك. فما تعبش نفسك، كل اللي عليك ان انت تتمرن وتبقى جاهز لاي اختبارات. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. لو محتاج اي حاجه ممكن تكتب لي في الكومنتات تحت، او تعمل لي فولو على الانستجرام وتكلمني ارد عليك على طول. يا رب تكونوا استفدتوا. كان معاكم كابتن اسلام مصطفى، واستنوني في فيديو جديد من قناه يوميات لعب كره القدم. اشوفكم على خير والسلام عليكم.